بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم منال الحسيني محمد، موجه أول دراسات اجتماعية بإدارة طمية بمحافظة الفيوم. اليوم هنشرح لكم تاني وهنسترجع درس السياسة الخارجية لمحمد علي، لأنه درس مهم جدا، واحنا النهارده بنستعين بإمكانيات مدرسة طمية الثانوية بنات عشان نستفيد من السبورات التفاعلية والإمكانيات اللي عليها في شرح الدرس. وده طبعا عشان كل ما الطالب يعني شاف المعلومة على الخريطة، طبعا ده بيثبت المعلومة وبييسر له المذاكرة. عشان كده احنا قلنا النهارده نسترجع تاني السياسة الخارجية كأنها مراجعة، ونشوف الخرائط القديمة اللي موجودة واللي هتوضح لنا الدرس بشكل جميل جدا وهيسهل استيعاب الدرس. احنا قلنا ان محمد علي خاض مجموعة حروب برغبة السلطان وإرضاء للسلطان، وحروب بإرادة محمد علي. هنشوف الحروب اللي بإرادة أو يعني لإرضاء السلطان كانت لأي اتجاهات. قلنا أول حروب السهم خرج وراح إلى شبه الجزيرة العربية. بنلاحظ إن الحروب دي طبعا قلنا خرجت من مصر 1811، وما ننساش ونربط الأحداث ببعضها. الحروب دي خرجت 1811 اتجهت إلى شبه الجزيرة العربية، وقلنا السبب إيه؟ القضاء على الحركة الوهابية اللي قامت ضد السلطان العثماني. فهو طلب من محمد علي ان هو يوجه جيوشه للقضاء على الوهابيين وإعادة سيطرة الدولة العثمانية مرة ثانية لمنطقة الحجاز. ملاحظين ان الجيوش وصلت الى المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية حاليا شبه الجزيرة العربية، ووصلت الى مناطق في شمال اليمن. طبعا احنا قلنا ان الحروب دي امتدت من 1811 ل 1819. خرجت مصر مستفيدة من الحروب دي. قلنا ايه الفايدة اللي رجعت على مصر من خلال الدرس السابق، او لما نقول ما تقييمك واثر الحروب الوهابية على محمد علي، هنقول محمد علي خرج يعني مستفيد من عدة امور. اولا قلت تحول من تابع الى حاكم مستقل، لأن أصبحت المناطق دي تبع مصر. بعد ما كانت مصر ولاية، لا، أصبح حاكم مستقل. كمان هو خد السلطان منحه مشيخة مكة وابنه جدة. طبعا هي جدة مش باينة على الخريطة هنا، لكن هو أخذ إبراهيم جدة ومحمد علي مشيخة مكة. طبعا غير كده كمان اتسعت دولة محمد علي وضمت مناطق جديدة بتطل على البحر الأحمر، فده يعمل له أيضا رواج تجاري، يعني يفتح أسواق جديدة أمام منتجات محمد علي. يبقى إذا ده الوضع اللي وصلت له دولة محمد علي، امتدت إلى شبه الجزيرة العربية والمملكة حاليا الأجزاء الشرقية منها، ووصل وضمت دولته إلى جنوب شمال اليمن، وأخذ كمان الحجاز وعسير. يبقى كده محمد علي يعني يعتبر حقق إنجازات في حروب الوهابية أو الحروب في الجزيرة العربية. طيب بعد كده محمد علي السلطان هيطلب منه بقى إن هو يتجه إلى المورة. المورة قلنا حرب المورة دي كانت أهل المورة، وقلت المورة بتقع، المورة اهي شايفين شبه جزيرة المورة اهي دي اللي هي بتقع في جنوب اليونان حاليا. شبه جزيرة المورة، أهل المورة قاموا بثورة ضد السلطان العثماني عشان يستقلوا بعيد عن سلطة وسيادة السلطان العثماني. فلذلك السلطان طلب من محمد علي أن يتجه إلى شبه جزيرة المورة لإخماد هذه الثورة. طبعا محمد علي عندما اتجه إلى هذه الحرب كان يريد الاستفادة وإيجاد يعني تحقيق خبرات للجيش المصري في الميدان الأوروبي، لأن طبعا بلاد اليونان جنوب أوروبا. فطبعا محمد علي هيتجه بجيوشه إلى شبه جزيرة المورة، بس هيحصل إنه هيعقد صلح مع أهل المورة بدون إذن السلطان العثماني. طبعا ده لأنه أدرك إنه جيشه في خطر،
لأن طبعا بدأت الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا تساند أهل المورة، فلذلك هو فضل إنه يعقد الصلح. طيب هل حروب المورة حققت لمحمد علي فوائد أو عادت عليه بفوائد؟ أيوه عادت عليه فوائد. ليه؟ لأن السلطان هيديله جزيرة كريت مكافأة. جزيرة كريت مكافأة ليه مقابل إن هو اشترك في هذه الحروب. طيب إيه كمان فايدة محمد علي؟ إن الجيش هيتدرب في الميدان في أوروبا تدريب يعني عملي. يبقى كده جيشه إيه؟ اتدرب. تالت حاجة بقى إن محمد علي لما عقد الصلح بصفته الشخصية مش بصفة السلطان، فده أدى إلى ارتفاع مكانة مصر، وده هيزود يعني هيخلي حلم محمد علي في إن هو يستقل عن الدولة العثمانية الأمل فيه أصبح أكبر مما سبق. طيب الحروب دي طبعا انتهت سنة 1828، وبالنسبة ليه حروب المورة خرج محمد علي منها زي ما قلنا استفاد استفادة كبيرة. طيب نيجي بعد كده بقى في نفس الفترة اللي هو أثناء اتجاهه للمورة كان في حروب أيضا التوسع في السودان، بس دي كانت برغبة محمد علي. ليه بقى محمد علي أراد الحرب في السودان؟ أولا احنا قلنا السودان ومصر بيربطهم نهر النيل، يبقى إذا في دي وحدة طبيعية، يبقى كده مجال حيوي لمحمد علي ان هو يضم السودان. ده يبقى دي من اهم الدوافع اللي دفعت محمد علي. ثانيا محمد علي اراد ان هو يتتبع المماليك الهاربين الى السودان لكي يقضي عليهم ويطمئن ان المماليك لن يعودوا او لا يمثلوا شوكه في ظهر محمد علي يعيقوه عن مسيره التقدم والتوسع اللي هو بيحلم بيه. طيب ايه كمان محمد علي؟ قلنا في بدايه تكوين حاجه الجيوش كان محتاج الى الجنود، فكان ذهب للسودان من اجل الاستعانه بابناء السودان لتكوين الجنود اللازمين للجيش. بس طبعا احنا قلنا ان تجنيد السودانيين وجدوا انها تجربه فاشله نتيجه وفاه عدد كبير منهم نتيجه اختلاف المناخ. طيب ايه تاني اسباب خلت محمد علي يتجه الى السودان؟ حاجة مهمة جدا ان السودان غنية بمناجم الذهب والماس، والذهب والماس كان في حاجة يعني ذو أهمية كبيرة جدا في التجارة وفي التبادل التجاري في تلك الفترة. وفي النهضة اللي محمد علي بيعملها محتاج أموال عشان إنشاء المدارس وعشان إرسال البعثات وعشان إعداد جيش قوي وأسطول قوي. كل ده دفع محمد علي إن هو يتجه إلى السودان. طيب ايه كمان برضو السودان ممكن تكون مجال يعني زيادة الانتاج، مساحة اكبر وتربة خصبة ووفرة مياه، فده يؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي. يبقى كده ممكن الدولة تصدر كميات اكبر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين السودان مجال لتوزيع المنتجات اللي بيتم تصنيعها في مصر، المصانع الحكومية اللي عملها محمد علي. يبقى هنا دي أسواق جديدة هتساعد محمد علي في إيه؟ في تصريف المنتج اللي موجود في مصر أو المصانع اللي عملها. يبقى إذا ده أسباب توسع محمد علي في السودان. طيب هل بقى لما ذهب للسودان أبقاها كما هي؟ لا، طورها وعمل نظام إداري مثل مصر وقسمها المديريات والمديريات إلى مراكز والمراكز إلى أقسام، وعين عليها حكمدار عام. الحكمدار ده بينظم العلاقة ما بينه وبين وزارة الداخلية، وكانت سلطته إدارية وعسكرية في نفس الوقت من أجل إقرار الأمن والإدارة في السودان. طيب عمل إيه تاني محمد علي في السودان؟ هيدخل حصيلات جديدة. احنا قلنا هو عايز يزود الإنتاج الزراعي. السودان مساحات كبيرة من الأرض حوالين نهر النيل وتربة خصبة زي مصر، فهيدخل محاصيل جديدة زي القمح وبعض الحبوب والفواكه والخضروات. وقلت ده يعود علينا بإيه؟ بالفايدة، لأنه هيزود الإنتاج والحاجات اللي مصر فيها نقص نتيجة إن السودان في المناطق المدارية هتسد احتياجات مصر في المحاصيل الحارة، ومصر هتعوض السودان في المحاصيل المعتدلة، والفائض يتم تصديره. يبقى كده الميزان التجاري في صالح محمد علي، لأنه هو بيرغب في زيادة الصادرات وتقليل الواردات. طيب هل كده فتوحات محمد علي توقفت في السودان؟ لا، في بقى فتوحات جديدة
اللي هي برغبة محمد علي، اللي هي التوسع في بلاد الشام، اللي هي بقى وقلنا ان الشام طبعا تقع شمال شرق مصر. الشام على الحدود شمال شرق مصر، يبقى اذا وقلت دي البوابه مهمه جدا اللي كانت بتمثل خطر على مصر منذ القدم. ده كل الاعداء قلنا من البوابه دي عن طريق الحدود مع الشام وشبه جزيره سيناء. فعشان كده محمد علي ادرك ان استكمال وتامين فتوحاته سواء في مصر والسعوديه او الجزيره العربيه والسودان لازم نامنها بايه؟ بالاستيلاء على الشام عشان تكمل او تكمل قلت الجبهه العربيه ضد الجبهه التركيه، لان هو يريد ان يكون دوله عربيه ضد الجبهه التركيه العثمانيه اللي بيتزعمها السلطان العثماني. فعشان كده بنقول محمد علي كان ليه برضه اغراض او اعلن اسباب لهجومه على الشام، وتعلل بان والي عكا رفض تسليم الفلاحين الهاربين من مصر اللي المفروض يدفعوا الضرائب واللي كانوا لازم يأدوا التجنيد. فمحمد علي والي الشام رفض على اعتبار ايه؟ ان المصريين والشام كلهم تابعين للسلطان العثماني، فتواجدهم في الشام او في مصر ما يمنعش لانه تحت سياده الدوله العثمانيه. لكن محمد علي فعلا جيوشه هتقتحم بلاد الشام، والاول هتستولي على عكا ثم دمشق ثم حمص، وثم هيكون بقى الطريق مفتوح الى عاصمه الدوله العثمانيه الاستانه. طبعا هيعبر هنا جبال طروس. هنا بقى الدوله العثمانيه سنه 1832 الانجازات دي تحققت 1832 سواء فتح عكا او دمشق او حمص، ومنها اتجه الى بلاد الشام شمال الشام وعبر جبال طروس، واظن الطريق اصبح مفتوح للدوله للاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. طبعا هنا الدول الاوروبيه تحركت ليه؟ شعرت بمدى قوه محمد علي، فعشان كده طلبت من السلطان العثماني ان يعقد صلح مع محمد علي. الصلح ده اسمه صلح كوتاهية سنه 1833. هيحصل فيها ايه؟ هتتوقف او هيتراجع محمد علي عند أدنى، منطقة أدنى، وهتصبح كل المناطق دي تابعة لمحمد علي من أدنى شمالا حتى السودان جنوبا، ومن المناطق في الجزيرة العربية شرقا للخليج العربي كل دي هتبقى دولة محمد علي. لكن هل السلطان العثماني سمح لمحمد علي وتنازل عن هذه المناطق بشكل دائم؟ لا، السلطان تنازل مؤقتا إلى أن يعيد ترتيب أموره ويعيد مرة تانية تكوين جيوشه من أجل مواجهة أخرى لمحمد علي. ما التخطيط اللي خطط للسلطان العثماني قبل ما يواجهه مرة ثانية؟ طبعا السلطان العثماني وجد نفسه قوته أثبتت ضعفها بسبب الهزائم وسقوط بلاد الشام، فلذلك هيعقد مع روسيا اتفاقية. الاتفاقية دي اسمها اتفاقية دفاع مشترك، دفاع وهجوم مشترك. بمعنى ايه؟ بمعنى اي دولة من الدولتين سواء الدولة العثمانية او روسيا تتعرض لهجوم اي دولة من الاثنين، الدولة الاخرى ملزمة انها تساعد الدولة اللي تم الاعتداء عليها. طيب الدولة من الدولتين قررت تهاجم أعدائها، يبقى الدولة الأخرى لابد أن تساندها وتقف إلى جوارها. ده بالنسبة للمقصود باتفاقية الدفاع والهجوم المشترك. هم أصدقاء وحلفاء في الحالتين. إذا كان في هجوم يشاركوا بعض، وإذا كان في صد اعتداء يشاركوا بعض. فهي عقدت الاتفاقية دي مخصوصة عشان روسيا تساندها عند هجومها على محمد علي ومحاولة استرداد أملاكها مرة ثانية. بس بنلاحظ حاجة بقى، إن اللي حصل إن الدولة العثمانية عندما قررت إنها تهاجم محمد علي نتيجة إنه بدأ بقى يعلن لقناصل الدول الأوروبية إن هو يريد الاستقلال عن الدولة العثمانية. الدول الأوروبية نصحته إنه
يعني لا يجب الاستقلال عن الدولة العثمانية. قال لهم لا، أنا مكون دولة عربية ضم كل الدول دي كلها دول عربية، سواء بلاد الشام، الحجاز أو شبه الجزيرة العربية، مصر، السودان، كلهم عرب. فأنا لازم يكون لي دولة مستقلة في ظل اللغة العربية. هيحصل ايه بعد كده؟ هتحصل ان هيهاجم تاني محمد علي او يحصل حرب ثانيه في بلاد الشام، بس المره دي بقى هتحصل ايه؟ ان جيوش الدوله العثمانيه هتتهزم هزيمه ساحقه في معركه اسمها نصيبين او نسيب. المعركه دي في اقصى شمال الشام، ودي كانت 1839 عند هزيمة السلطان العثماني، لدرجة إن الأسطول نفسه سلم الأسطول لأسطول محمد علي، لأن المعركة دي هيكون فيها حرب برية وحرب بحرية. احنا عندنا خريطة تانية ممكن نشوفها، دي برضو دولة محمد علي. برضو عندنا خريطة بتوضح حروب محمد علي، ادي هنا توسعاته في السودان. بعد كده في خريطة تاني عندنا هنا، ادي هنا برضو دي توسعاته ودولته الكبيرة. ده ادي هنا كانت في نجد، وقلنا الحجاز، وقلنا اليمن، كل المناطق دي اخذها محمد علي سنة 40. تمام. في كمان عندنا المعركة بقى الحاسمة اللي هي قلنا نسيب أو نصيبين، اللي هي هتبقى في شمال الشام هنا. وهيضطر طبعا قلت السلطان العثماني أو الدول الأوروبية بدأت بقى قالت لك لا، ده كده محمد علي يعني كده خطره أصبح يهدد الميزان القوى. وقلت يعني إيه ميزان القوى؟ الدول الكبرى في أي وقت لا تسمح لأي دولة جديدة تظهر، لأنها ستؤثر في اتخاذ القرارات. هي منظمة نفسها ومرتبين أمورهم، وأي قرار بيتاخد لتحقيق المصلحة للكل. فإذا ظهرت دولة جديدة لمحمد علي هنا في الشرق، إذا ممكن جدا ده يأثر على أطماع الدول الاستعمارية في تلك الفترة، لأن الدول الأوروبية في الوقت ده كانت ليها أطماع في مصر وليها أطماع في الخليج العرب. لأن أنا قلت قبل كده إن محمد علي بعد ما لما وصل لمنطقة الخليج السعودية، إنجلترا جري عشان تحمي الخليج من وصول محمد علي أو يكون له نفوذ في المنطقة دي. وقلت عقدت مع مشايخ الخليج ككل، اللي هم حاليا الكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، اتفاقية سنة 1820 إنها عشان تحارب تجارة الرقيق والقرصنة. فعشان كده بنقول قد إيه محمد علي كان بيمثل خطر على إنجلترا في الخليج العربي. طيب بنقول إيه بقى اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل بعد كده إن محمد علي هنا هيحصل إن الدول الأوروبية هتتفق وهتعقد يعني مؤتمر أو اتفاقية لندن. اتفاقية لندن دي اجتمعت فيها الدول العظمى. مين الدول العظمى في الوقت ده؟ الدول العظمى في الوقت ده انجلترا وروسيا وبروسيا والنمسا. واحد يقول يعني ايه بروسيا؟ بروسيا اللي هي المانيا حاليا، زمان كان اسمها بروسيا، حاليا اسمها المانيا. دول الدول العظمى في تلك الفترة. طب هل فرنسا اشتركت في الاتفاقية؟ لا، فرنسا لم تشترك في مؤتمر لندن او اتفاقية لندن. ليه؟ لانها كانت متعاطفة مع محمد علي، وطبعا هي في صراع بينها وبين انجلترا، والصراع ده من اجل مصر. احنا هنشوف بعد كده كل الجهود اللي هتعملها او الصراع ما بين فرنسا وما بين انجلترا بالسيطرة على مصر. طيب هنشوف كمان هنا بالنسبة لي نجيب خريطتنا تاني. بنقول ان الحرب بين الدولة العثمانية ومحمد علي هتحصل في شمال الشام مع معركة نصيبين أو نزيب، واللي هيحصل إن هتجتمع الدول الأوروبية في مؤتمر لندن. طيب إيه بقى شروط لندن أو اتفقوا على إيه؟ طبعا هيحضر معاهم السلطان
العثماني. هي طبعا انجلترا تزعمت الموقف ليه؟ بحجه انها جايه تساعد السلطان العثماني، لكن هي ما كانتش جايه تساعد السلطان العثماني، هي كانت جايه تقضي على قوه محمد علي في المنطقه. هي لا تريد محمد علي بقوه دوله كبيره كده، لا، هي لا تريد ذلك، هي تريد مصر ضعيفه لكي تستطيع السيطره عليها. فهي لما تاخد لندن، شروط لندن ايه؟ اول حاجه ان هم طلبوا من محمد علي اولا مش هياخد غير مصر وعكا اللي هي فلسطين حاليا، دي اول ايه؟ شرط. ثانيا ان محمد علي هيصبح تابع للسلطان العثماني. طيب ايه كمان من الشروط بتاعت معاهده لندن؟ طبعا انه طبعا يدفع جزيه سنويه. ليه الجزيه السنويه؟ الجزيه السنويه دي دليل على الولاء للسلطان العثماني. طيب ايه تاني شروط؟ كان من الشروط بقى انه اذا رفض محمد علي في خلال 10 ايام مصر وعكا، بعد 10 ايام يسحبوا عكا ويصبح ليه مصر فقط. طيب بعد 10 ايام تاني محمد علي رفض، في الحاله دي الدول الاوروبيه تتدخل عسكريا وتساعد الدوله العثمانيه في القضاء على قوه محمد علي. طب ايه تاني شروط اتفاقيه لندن 1840؟ ان محمد علي اللي تم تسليم الاسطول العثماني ليه لا تصبح قواته البريه والبحريه تبع جيش الدوله العثمانيه. ده شرط من الشروط ايه ايضا، بحيث ان هو اي توسعات ما يتوسعش وجيوشه تبقى تبع السلطان. حتى برضو بعد كده هنشوف هيفرض عليه في الفرمان بعد كده ان هو لا ينشئ اساطيل. طيب يبقى اذا ادي ايه شروط اتفاقيه لندن. يبقى من اهم الشروط ايه؟ ان هيدوا لمحمد علي مصر وعكا، ان محمد علي هيبقى تابع للسلطان العثماني، انه يدفع جزيه سنويه للسلطان العثماني، انه كمان يسلم او قواته البريه والبحريه، البريه الجيش اللي في البر والبحريه الاسطول تبقى ضمن جيش الدوله العثمانيه. تمام؟ طيب هل بقى محمد علي لما رفض في ال10 ايام الاولانيين وقالوا له قدامك مصر وعكا، ما رفض في خلال 10 ايام يسحبوا عكا، رفض في خلال 10 ايام التانيين الدول تتدخل عسكريا وتحاربوا مع السلطان العثماني. طيب مين بقى اللي حرض محمد علي وخلاه رفض في ال10 ايام الاولانيين؟ كانت فرنسا. فرنسا كان عندها امل انها محمد علي يبقى قوه في المنطقه وانها تعاونه عشان تنال رضا او تستطيع ان تحقق من وراء هذا الرضا بعض الفوائد والاطماع الاستعماريه. لكن محمد علي طبعا هي تخلت عنه بعد ال10 ايام الاولانيين، واصبح امام محمد علي يا اما الموافقه على تكون ليه مصر بس والابنائه من بعده، والا هيدخل في حروب. هنا محمد علي بقى بنعتبر ان هو كده يعتبر موقفه سليم. ليه؟ طبعا الاول حارب الدوله العثمانيه، كانت هي موجوده بس جيوشها، لكن هو ادرك ان وقوفه بقى ضد الدول الكبرى في تلك الفتره يؤدي الى هزيمه ساحقه وانه هيفقد كل شيء، فهو فضل انه يوافق مقابل انه تبقى ليه مصر والابنائه من بعده. ده كانت شروط معاهده لندن. طبعا كده محمد علي اصبح تابع للسلطان العثماني. طيب هيصدر بقى السلطان العثماني فرمانين. الفرمانين دول في 1841 في شهر فبراير وشهر يونيو، اللي هو شهر 2 وشهر 6. طيب ايه بقى اهم بنود الفرمان؟ الفرمان ده امر واجب التنفيذ من السلطان العثماني لان هو اصبح دلوقتي تابع ليه. طيب ايه اهم الشروط؟ قال لك ان يتلقى ابناء محمد علي الولايه من يصدر فرمان من السلطان العثماني، والولايه تبقى في اكبر ابناء محمد علي. بمعنى ايه؟ محمد علي لما يموت يورثه ابراهيم ده اكبر ابناء الاسره. ابراهيم مات يتولى اكبر ابناء الاسره. خلاص؟ يبقى اذا ده كان مرسوم اللي صدر. يبقى اللي يتولى الولايه اكبر ابناء الاسره الذكور، واللي يصدر الفرمان الولايه السلطان العثماني. طيب ايه تاني؟ قال لك النقود اللي تتضرب في مصر باسم السلطان العثماني.
كان في عندنا في مصر في الوقت ده الدينار، الدنانير الذهبيه كانت بيتم وضع اسم السلطان وصورته على الدينار، او اي عمله تصدر لازم يكون عليها اسم او صوره السلطان في تلك الفتره. طيب ايه كمان؟ انه كمان مصر ملزمه تبعت ربع الايرادات للسلطان العثماني، دي الجزيه، ده دليل على الولاء للسلطان العثماني، ربع الايرادات، طبعا مبلغ كبير جدا. طيب ايه تاني برضو من ضمن الشروط دي؟ ان ما يزيدش عدد الجيش في وقت السلم عن 18000 جندي. طب ليه السلطان اصر على ان الجيش ما يزيدش عن 18000 جندي؟ ايه يعني هدف من وراء ذلك؟ 18000 ما يمثلش خطر على الدوله العثمانيه، ما يحاولش محمد علي يخوض حروب جديده ضد الدوله العثمانيه، لان العدد محدود ما يساعدوش على انه يحقق الانتصارات اللي حققها فيما سبق. طيب ايه تاني شروط معاهده لندن او فرمان 1841؟ ان طبعا الشروط دي طبعا ايدت سلطه محمد علي ومنعته من ان هو يمثل خطر على السلطان العثماني، و يعني استمرت وضع مصر في علاقتها مع الدوله العثمانيه حسب فرمان 1841، واستمر الوضع ده الى ان ياتي اسماعيل، وهيبتدي يحصل بعض التغير وهيبتدي ياخد فرمانات تحقق لمصر استقلال الى حد ما كبير جدا. طيب في كمان من ضمن برضه لندن اتفقوا معاهم ان طالما مصر تابعه للدوله العثمانيه يبقى مصر تنفذ كل الاتفاقيات اللي موقعه عليها الدوله العثمانيه، ومنها اتفاقيه ايه؟ اتفاقيه بلطة-ليمان. اتفاقيه بلطة-ليمان دي اللي هي فتح الاسواق المصريه للمنتجات الانجليزيه. عشان كده بقول لكم ان الدوله انجلترا ما كانش هدفها يعني صالح الدوله العثمانيه، لا دي بتسعى الى تحقيق مصالحها. لما تتفتح الاسواق المصريه امام المنتجات الانجليزيه يبقى كده احنا بنقضي على نظام الاحتكار اللي كان عمله محمد علي. احنا قلنا ان هو كان قافل الاسواق المصريه وهو اللي بيتحكم في المعروض المنتج وهو اللي بيتحكم في اللي بيتم بيعه داخل مصر. اما بلطة-ليمان قالت لك لازم الاسواق المصريه تتفتح امام المنتجات الانجليزيه، ودي كانت اتفاقيه عقدتها مع الدوله العثمانيه، وعشان كده كان لازم محمد علي يلتزم بها وينفذها. ده بالنسبه حروب محمد علي وتوسعاته ودور انجلترا في القضاء على حلم محمد علي في تكوين دوله عربيه ليه ولابنائه من بعده. طيب هنيجي بقى بسرعه كده نشوف الملامح الرئيسيه للدرس بقى. ان محمد علي كون دوله كبيره كلهم عرب، حلمه انه يكون دوله عربيه ويستقل عن الدوله العثمانيه، تعارض مع مصلحه الدول الاوروبيه وعلى راسها مين؟ انجلترا. انجلترا هتقف له هنا عند الخليج وهتقف له هنا عند اليمن، لان هي خايفه على الشريانين المهمين دول، الخليج العربي والبحر الاحمر. ليه؟ لان دول بيوصلوها الى الهند. احنا لو جينا شفنا خريطه كبيره هنشوف ان الهند طبعا في الجنوب الشرقي هنا في شرق الحجاز والمنطقه دي، فطبعا بيمثل خطر على مصالح انجلترا. يبقى اذا معلش ما فيش الخريطه اللي احنا عايزينها، يبقى اذا ادي ايه؟ دور مهم جدا لانجلترا في القضاء على دوله محمد علي. طيب ايه تاني؟ ان محمد علي بالدوله الكبيره دي هيصبح قوه اقتصاديه كبيره. انا قلت التبادل التجاري ما بين الشمال والجنوب سواء في مصر والسودان او الشام واليمن ده هيحقق مكاسب لمحمد علي، هيوفر احتياجاته لكافه المنطقه، ده هيمثل قوه، هيبقى اقتصاده قوي، هيقدر يعمل جيش قوي. فعشان كده هم خافوا من وجود دوله قويه اقتصاديا هتؤدي الى وجود جيش قوي، وده ممكن يسبب مشاكل للدول الأوروبية. ممكن محمد علي يقضي على الدولة العثمانية نهائي، وممكن جدا يتوسع في أملاكها، وده يهدد أوروبا نفسها. يبقى هم عشان كده هم تحالفوا عشان يقضوا على دولة محمد علي. ده بالنسبة لموضوع السياسة الخارجية لمحمد علي.
وانا طبعا بشكركم واتمنى اكون وفقت، وانا بشكر اسره مدرسه طميه الثانويه بنات اللي سمحت لنا بتصوير الفيديو. واتمنى لو الفيديو عجبكم من فضلكم اعملوا لايك وشير. وانا بحييكم منال الحسيني من قناتي منال الحسيني والتفوق في التاريخ، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.